دماغي زحمه ودايما مش عارفه ابدا منين. انا زينب وعندي ADHD، ودي اول حلقه من حلقات يوميات بطله مشتته بس جامده. عندي ADHD يعني دماغي شغاله 24 ساعه، افكار بتجري، مهام كتير، وقبل ما ابدا اي حاجه بلاقي نفسي فتحت 600 حاجه تانية غير اللي انا عايزه اعملها. كل يوم بصحى وانا حاسه انا عندي حماس ومتحمسه، او العكس، بس فجاه بلاقي اليوم خلص وانا مش فاكره اصلا انا عملت ايه ولا عايزه اعمل ايه، لحد ما في يوم عرفت اوصل لخطه. كام مهمه بقيت كل ما اعمل المهمه دي كل يوم الموضوع يختلف تماما. عايزين تعرفوا اول مهمه؟ فضي دماغك. طيب اول ما اصحى باخد 5 دقايق بس امسك ورقه وقلم او نوتس، او امسك الموبايل بس ما افتحش السوشيال ميديا عشان لو فتحتها مش هعمل اي حاجه تانية، واكتب كل اللي في دماغي، كل حاجه انا عايزه اعملها في اليوم. عايزه اعمل ايه؟ ان شاء الله حتى عايزه اعمل ضوافري، او عايزه اروح اجيب ليمون من السوبر ماركت. كل حاجه تصدقوا فرقت قوي قوي قوي، وحسيت ان دماغي بقت خفيفه، واول مره اعرف ابدا يومي اصلا وانا دماغي رايقه كده، يعني من غير ما الف كمان حوالين نفسي. عايزين تعرفوا المهمه التانية؟ طب استنوا الحلقه الجايه من يوميات بطله مشتته بس جامده. ولو عندك صاحبه دماغها عامله زي كده شير الفيديو معاها.